قد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحب القطط، وأجاز لنا تربيتها في المنزل لأنها ليست بنجسة. كان أحد أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحب القطط، وكان يحملها في كمه، وسمي الصحابي الجليل بأبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها، حتى اشتهر بهذه الكنية ونسي الناس اسمه، وذلك لحبه للقطط. فعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها، قال فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهر من متاع البيت، لن يقذر شيئا ولن ينجسه. كما أن القطة الحيوان الوحيد الذي لا يؤذي أحدا، فهو أليف، وإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس، وصاحبه بالخيار، فإن طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب لأنه طاهر، إلا أن يتبين ضرره، وإن لم تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه. كما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم القطط بالخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم.